السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنبدأ نتكلم عن الحل للهيت فلو بي دي اي. طبعا شكل الهيت فلو بي دي اي هو partial ابساي اوف اكس وتي باي partial تي بتساوي a squared partial 2 ابساي اوف اكس وتي باي partial اكس squared. وقال لك ان الابساي دي هي temperature in space as a function of time. طيب كويس جدا. طبعا كتاب ارف كان هنا احنا بنحل من كتاب ارف كان في شابتر 15 السكشن الرابع كتاب ارفكن. ارفكن هنا ما اداش اي كونديشنز، فانا هلتزم بالكلام اللي هو عامله وساب المسألة عايمة كده، وبعدين هيديك كونديشن في الاخر عشان نعرف نوصل لحل للسؤال اللي قدامنا او البروبلم اللي قدامنا ديت. طيب كويس جدا. طب احنا هنطبق فوريه ترانسفورم with respect to x. طب اشمعنى الاكس؟ لاني اخترت الكبير. عارف انت دايما لما يكون عندك كلكعة، هل الكلكعة دي ولا الكلكعة دي اكبر؟ اكيد دي اكبر. خلاص يبقى خش فتفت في الكلكعة دي. عارف انت المثل اللي هو يقول لك اضرب التخين يخاف الرفيع، او اضرب السايب مش عارف يخاف المربوط. المهم يعني انا اقصده ان انت لما تضرب في الكبير ده فخلاص في الصغير ده بالنسبة لك هيبقى امره سهل. طيب حلو جدا. يعني ما تضيعش مجهودك مع حاجة صغيرة وتأثيرها سهل تتعامل معاه وتسيب الكبير. by applying الفوريه ترانسفورم with respect to x، فبقول partial by partial t مش هيحصل اي حاجة. فوريه ترانسفورم هيأثر على ابساي اوف x و t بيساوي a squared. فوريه ترانسفورم يأثر على السكند ديريفاتيف للابساي اوف x و t with respect to الاكس. طيب الفوريه ترانسفورم هنا يعمل ايه؟ هيحول من الاكس سبيس لاوميجا سبيس، ما فيهاش اي مشكله. هنا هيحصل ايه؟ هيحصل طالما ده سكند ديريفاتيف وانا باثر بفوريه ترانسفورم ويز ريسبكت لده، فده يتحول لنيجاتيف اي اوميجا سكويرد ابساي كابيتال اوف اوميجا وتي. دي خدناها في فوريه ترانسفورم فور ديريفاتيفز، ازاي فوريه بيأثر على الديريفاتيف. وهنا لانه سكند ديريفاتيف فهنا دي سكويرد. فانا انصحك ان انت ترجع للفيديو بتاع فوريه ترانسفورم فور ديريفاتيفز عشان تفهم الجزئية دي. طيب ممكن اعمل ري ارينجنج بسيط كده؟ طبعا ممكن نعمل ري ارينجنج. طيب كويس. لما نيجي نعمل ري ارينجنج هيحصل ايه؟ كاني وديت دي هنا كده وخدت التكامل للطرفين ووديت يعني دي تي الناحية التانية وعملت انتجريتنج للبوست سايدز، فاصبح عندي مسألة اولا او دي اي عادية خالص. ليه مسألة او دي اي؟ لان ما عادش عندي ديريفاتيف غير بالنسبة للتي. يعني عندي ديريفاتيف بالنسبة للاوميجا؟ لا، ما عنديش ديريفاتيف بالنسبه للاوميجا. اصبح عندي ديريفاتيف بالنسبه للتي، يبقى انا من حقي اغير البارشال دي الى دي. وده اللي انا عملته في الخطوه اللي بعدها، ان انا خلصت نفسي من البارشال وحولتها لمساله فيرست اوردر او دي اي عاديه خالص خالص، تتحل بكل بساطه. طلبه السنه الاولى يعرفوا يحلوها. لما تيجي التكامل دي ابساي كابيتال اوف اوميجا وتي على ابساي كابيتال اوف اوميجا وتي بتساوي نيجاتيف a سكويرد اوميجا سكويرد تكامل دي تي. طيب الجزء ده تكامل ده يديني ايه؟ دي اكس على اكس تكامل ده يعتبر لن، فيديني لن ابساي ايه كابيتال. طب هنا هاخد بس ايه؟ يعني هاخد يبقى التي هتتضرب هنا، يعني تكامل دي تي بتي زائد كونستانت. هختار الكونستانت لن سي. طب ليه لن؟ هوضح لك. يعني هي مش فارقه، حتى لو اخترت سي عاديه مش فارقه، بس انا باخده لن سي يعني امشيها لك منطقيه اكتر. يعني لو انا وديت اللن الناحيه التانية، لن ماينس لن فهو لن الحاجه على الحاجه اهو. وديت ده الناحيه التانية فاصبح معايا لن حاجه على حاجه. طب اخد اكسبوننشال لبوث سايدز. اكسبوننشال تكنسل اللن فيبقى لي هنا اكسبوننشال نيجاتيف a سكويرد اوميجا سكويرد تي. اضرب السي في الاكسبوننشال اصبح معايا ان ابساي كابيتال اوف اوميجا وتي بتساوي سي اوف اوميجا في اكسبوننشال سالب a سكويرد اوميجا سكويرد تي. طيب لاحظنا ايه؟ خلاص انا كده حليت المسألة ولكن في الاوميجا سبيس. خلاص بقى عايز ارجع للاكس سبيس بتاعي. طيب في حته برضو بيقول لك ان فاكت ان السي اوف اوميجا بتساوي هي بساي اوف اوميجا وزيرو. طبعا منطقي لو انا عوضت بالزيرو فاصبح عندي ان بساي اوف اوميجا وزيرو بساي كابيتال اوف اوميجا وزيرو بتساوي سي اوف اوميجا. خلاص فاذا السي اوف اوميجا دي بتعتمد على الانيشيال سبيشال ديستريبيوشن، وده بقى اللي هو الكونديشن اللي هو المفروض كان يديهولنا. فقال لك ايه بقى عشان يحل مشكلته؟ قال لك في سمبلستي خد ان السي دي اندبندنت اوف اوميجا. يعني السي دي لا تعتمد على الأوميجا، رقم ثابت 5 6 7 أي رقم اسمه سي وخلاص. حلو قوي. طب هنعمل إيه بقى؟ قال لك تعالى بقى نرجع للسبيس اللي احنا عايزين نجيب فيه الحل، فهنطبق الانفرس فوريه ترانسفورم. طب الانفرس ايه؟ قانون الانفرس، قانون الانفرس ان ابساي اوف اكس وتي بيساوي 1 على جذر 2 باي تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه لابساي كابيتال اوف اوميجا وتي في اكسبوننشال سالب اي اوميجا تي دي اوميجا. حلو قوي. هشيل ده واحط مكانه ده، يعني هشيل ده
واحط مكانه ده. طب عملت كده، شلته وحطيت مكانه، فاصبح عندي ايه؟ سي في الاكسبوننشال ده دوت الاكسبوننشال ده. حلو، السي ده هو قال لي ان السي ده ثابت، خلاص ده انا هخرجه بره التكامل ومفيش اي مشكله. دلوقتي بقى لي التكامل جوه كلكعه. هحل انا الكلكعه دي ازاي؟ بص يا سيدي، التكامل ده عشان نحله، عشان اوريك هدفي انا عايز اعمل ايه، انا عايز اوصل للشكل اللي هناك ده. الشكل اللي هناك ده اللي هو تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه الاكسبوننشال سالب الفا اكس سكويرد دي اكس، ده بيساوي جذر باي على الفا. فانا عايز اوصل الشكل ده للشكل ده. هتقولي طب مشكلتك في ايه بقى؟ انا مشكلتي في الاوميجا اللي هنا دي. عارف الاوميجا اللي هنا دي لو مش موجوده خلاص يعتبر الشكل ده هو الشكل اللي هناك، واعرف الحل على طول. فانا عايز اتخلص من الايه، من الاوميجا اللي هنا دي. طيب عشان اتخلص من الاوميجا اللي هنا دي هعمل ايه بقى؟ هقول لك تعالى بقى ناخد البراكت ده هنا كده ونشوف هنعمل ايه. خدت انا البراكت هنا اهو، عايز اتخلص بقى من الاوميجا دي. هعمل ايه؟ بص يا سيدي، هعمل، عارف انت فكره اكمال المربع؟ ده اللي انا هعمله. هقول مثلا لو انا خدت هنا اوميجا وشلت هنا الاوميجا من هنا وحطيت بلس اي اكس على 2 اي سكويرد تي، تعالى كده سكويرد، لما اجي اعمل اكمال مربع هلاقي اول ترم ايه؟ اوميجا سكويرد اهو. طب تاني ترم ده في 2، فالاتنين هتروح مع الاتنين اهو تاني ترم. تالت ترم ده سكويرد، طب ده سكويرد هيديني ايه؟ سالب اكس سكويرد على 4 بقى ايه باور 4 تي سكويرد. طب بالسالب صح؟ طب عايز اشيله، احط له ترم بالموجب بره، حطيت له ترم بالبلس بره. حلو قوي، يبقى انا كده اتخلصت من الاوميجا اللي هنا. جميل، كل اللي انا هعمله دلوقتي بقى ايه؟ كلام سهل وبسيط خالص، المهم انك انت تكون فهمت الخطوه دي. طيب يبقى ابساي اوف اكس وتي هي سي على جذر 2 باي، ده اللي احنا وصلنا عنده، تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه. ما تنساش بره ان احنا كان عندنا ايه؟ سالب a سكويرد تي، فسالب a سكويرد تي لما تيجي تخش على الترم الاولاني اهي زي ما هي مفيش اي مشكله. لما تيجي تخش على الترم التاني فالاي سكويرد هتطير من الاربعه دي 2، والتي هتطير تي واحده، فبقى لي الترم اهو اكسبوننشال واكسبوننشال. مش دول يعتبروا ماينس ماينس يعني هو بس الاكسبوننشال ده، شايف الاكسبوننشال ده بيعتمد على اي اوميجا؟ ما بيعتمدش على اوميجا، خلاص انا اقدر اخرجه بره التكامل اهو، خرجته بره التكامل. بالي تكامل من سالب ما لا نهايه لما لا نهايه اكسبوننشال سالب a سكويرد تي اوميجا زائد اي اكس على 2 a سكويرد تي، كل ده سكويرد دي اوميجا. خلاص انا كده وصلت الشكل ده للشكل ده. هتقولي ازاي؟ هو ده هو ده. اعتبر يا سيدي ده كله زد، تمام كده، ويبقى دي زد بتساوي ايه؟ بتساوي دي اوميجا، وده كله زد سكويرد، بس كده. يعني انت لو اعتبرت ده كله زد، حلو قوي، يبقى التكامل ده بيساوي ايه؟ جذر باي على الفا. فين بقى الالفا؟ الالفا المضروب في الايه؟ في الاوميجا سكويرد اللي هي ايه؟ اي سكويرد تي. يبقى جذر باي على اي سكويرد تي، والجذر باي هتروح مع جذر باي اللي هنا، ويبقى لي الجذر مع السكوير هيروح، ويبقى لي هنا جذر تي. هيدخل معايا ان السي بتساوي سي على A جذر 2t في اكسبوننشال سالب x سكويرد على 4 a سكويرد t. وكده احنا نبقى حلينا الهيت ايكويشن. واتمنى اكون افدتكم، وتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناه، لايك لو الفيديو عجبك. بس كده، السلام عليكم.